هو الحكم كان بيعمل إيه قبل ما يخترعوا الصفارة؟ قبل ما الصفارة تكون أداة أساسية للحكم، كان الحكام بيعتمدوا على إصدار أوامرهم شفهيًا أو بإشارات يدوية أو باستخدام المناديل، وده كان بيعمل مشاكل وفوضى لأن كل لاعب كان بيفهم أوامر الحكم بشكل مختلف، فتلاقي شوية لعيبة وقفوا لعب وشوية لعيبة مكملين لعب لحد ما الحكم يضطر يروح يقول لكل لاعب هو كان يقصد إيه. محدش يعرف على وجه الدقة إمتى أول مرة استخدمت فيها الصفارة في مباراة كرة قدم، بس في تقارير كتير بتؤكد إنها كانت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 1878. والنهارده في 2026 سان ديسك عملت فلاش ميموري بإصدار خاص ومحدود بمناسبة كأس العالم على شكل واحدة من أقدم أدوات كرة القدم على الإطلاق، وهي صفارة الحكم. بالنسبة لي أحلى حاجة في الفلاشة دي إنها تايب سي، يعني بتركب على اللابتوب وعلى الموبايل، بدل ما اتزنق وانا بغطي حاجه او وانا بصور واضطر اقعد امسح حاجات من على تليفوني عشان الاقي مساحه. لو بتستخدم تليفونك كتير في التصوير والمونتاج زي حالاتي، فالفلاش ميموري دي مناسبه جدا، وهتلاقيها على موقع سان ديسك، وفي منها 4 اشكال تانيين خاصين بكاس العالم.